في حاجه الناس كتير بتسالني عنها اثناء قرايه التاروت، او اثناء لما بيكونوا بيعملوا معايا قراءه، او حد بيحجز معايا حاجه، او ناس بتقابلني حتى في اي مكان. سؤال انا بستغرب ان الناس لسه ممكن تكون بتساله. الناس عايزه تعرف هل في فعلا حاجه اسمها توأم شعله، او في حاجه اسمها توأم روح. انا هتكلم النهارده عن حاجه منهم، وبعدين في فيديو تاني نتكلم عن الحاجه الثانيه. لو احنا هنتكلم عن حاجه اسمها توأم الشعله، هعرفكم الاول يعني ايه توأم شعله. توأم شعله ده هما اتنين بيكونوا توأم في كل شيء، لكن واحد منهم بيكون يميل للعاطفه اكتر، ويميل لقلبه اكتر، والتفكير بشغل رومانسي او بطريقه رومانسيه اكتر، والشخص الاخر بيكون اكثر عقلانيه، اكثر منطقيه، بيكون بيفكر بطريقه مختلفه. فالاتنين بيكونوا بيكملوا بعض. توأم الشعله في ناس بتقول ان هو بيكونوا زي المطارد والهارب. يعني ايه المطارد والهارب؟ يعني لو هم في رجل وامرأة، وهم لازم يكونوا عامة رجل وامرأة، ما ينفعش يكونوا اتنين رجالة توأم شعلة، او مش مستحيل يكونوا اتنين ستات توأم شعلة. لازم يكون راجل وست، هما بيكملوا بعض. وعادة الطاقة اللي هي الأنثوية زي ما بنتكلم عنها بتكون موجودة أكثر عند النساء، والطاقة الذكورية بتكون موجودة أكثر عند الرجال، مع إن جسمي أنا كإنسانة في الطاقة الأنثوية والطاقة الذكورية، لكن عندي في حاجة طاقة بتعلى عن طاقة أخرى، ده بخلقة ربنا الطبيعية، لكن كلنا عندنا الطاقتين موجودين، الذكورية والأنثوية في جسمنا. طيب دلوقتي توأم الشعلة ده يعني إيه مطارد وهارب؟ لما بيجوا يقولوها بيقولوا إن المطارد هو شخص بيحب جدا، فيبتدي يفكر في شخص تاني كتير جدا، يبتدي يبعت له تخاطر، يبتدي يعمل معاه يبعت له رسائل معينة روحانيا أو عقليا أو كده، والشخص التاني يبتدي يستقبل منه. هو عادة توأم الشعلة بيبقى سهل إن هما الاتنين يبعتوا ويستقبلوا من بعض الرسائل، لكن طول ما أنا بفكر في الشخص ده وعايزة أوصل له وعايزة أعرف أي أخبار عنه، هو ما بيبقاش عايز يوصل لي، ما بيبقاش عايز يعرف حاجة عني، فبيبقى بيهرب. فزي ما نكون أنا بجري وراه وهو بيجري مني، زي صورة أسد وغزالة بيجروا من بعض. لما الآية بتتعدل أو بتتعكس، ومثلا أنا دلوقتي ببقى أنا الهارب، الشخص اللي أنا كنت بطارده مسبقا هو اللي بيبقى أصبح مطارد. فتوأم الشعلة هم شخصين ما بيتقابلوش كتير أبدا، طول ما أنا هربانة هو بيطارد، وطول ما أنا بأطارد هو بيهرب. طيب هل المصطلح بتاع توأم الشعلة ده موجود فعليا في حياتنا؟ هتلاقيه موجود كتير في حياتك، وهتلاقيه موجود كتير خصوصا في العلاقات الرومانسية، مش في علاقة الصداقة عموما بتظهر، لا بتظهر أكتر في العلاقات الرومانسية. يعني تكون بتحب شخص وانت عارف ان الشخص ده بيميل اليك، بس طول ما انت بتفكر فيه جامد جدا، وطول ما انت عايز توصل له، وطول ما انت عايز تقرب منه، هو مش عايز يكون معاك، ومش عايز يقرب منك، ومش عايز يبقى قريب منك. ومجرد ما انت بتبتدي تطلعه من تفكيرك وتبتدي تفكر في شخص تاني، او تبتدي ان انت تفكر في اتجاه تاني، في شغلك مثلا، في سفر، في حياتك، في بيتك، في اولادك، يبتدي الشخص ده يدور عليك، ويدور على الاحساس اللي انت كنت بتبعته له، ويدور على الرسائل اللي انت كنت بتبعتها له، فيبتدي هو اللي يبعت لك في رسائل، بس انت بتكون في الفتره دي شلته من دماغك، وتفضلوا على كده في فترة أنا أبعت وهو يستقبل، لكن يبقى بيستقبل بغير رغبة، وبعدين يحصل إن أنا أبعت له ونفضل نطلع ونجري ونطلع ونجري إحنا الاتنين من بعض. هي دي فكرة توأم الشعلة. لو أنا هتكلم عن توأم الروح، وده هتكلم معاكم فيه في فيديو تاني، وبعدها هنعمل فيديو نتكلم فيها أصلا الكلام ده ممكن يكون كلام حقيقي ولا لأ. بس أنا عايزة أعرف من تعليقاتكم أنتوا على الفيديو ده قبل ما نعمل الفيديو الأخير اللي إحنا قلنا هل الكلام ده موجود ولا لأ. من تعليقاتكم أنتوا أنا عايزة أعرف انتوا رأيكم ايه في الكلام ده؟ هل فعلا في حاجة اسمها توأم شعلة ممكن تكون موجودة؟ جاوبوني وقولوا لي، وكل واحد مر بتجربة زي دي حاول يبعت لي حاجة زي كده، خلينا نعرف من تجاربكم انتوا نفسكم، نطلع الإجابة على السؤال قبل ما انا اقول لكم عليها. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والطاقة والتاروت. باي.